السلام عليكم. بعد نهاية مباراة الترجي الرياضي التونسي اليوم اللي واجه فيها فريق بيترو أتليتيكو، جمهور الترجي الرياضي من حقه باش يتساءل علاش الترجي الرياضي يظهر بالوجه اللي ظهر به اليوم، بين قوسين وجه شاحب مردود اقل من نجم نقولوا عليها متوسط. علاش الترجي الرياضي ما انتصرش اليوم على فريق بيترو؟ لانه الهدف الاول للترجي انه ينتصر ويتصدر المجموعه مع بيترو ب6 نقاط، لكن هذا ما صارش. علاش ما صارش؟ ما هو هذا هو السؤال. ساعة لازمنا نفهموا حاجة، مش معناها راهو فريق يجي يلعب لك في رادس، ولهنا بالطبيعة نحكي على جميع الأندية التونسية المشاركة في المسابقات الأفريقية، مش معناها فريق يجيك الرادس معناها باش تنتصر عليه على خاطرك صاحب الأرض والجمهور يدز معاك من الدقيقة الأولى للدقيقة 90. الهدف متاعك إنك تنتصر عليه، لكن تنتصر ولا تنهزم ولا تتعادل هذا انت وطريقه تعاملك مع الادفرسير وطريقه تعاملك مع مجريات المقابله، طريقه تحضيرك للمقابله اللي كانت غالطه بالنسبه للملاعبيه، وكيف كيف الاطار الفني بقياده طارق ثابت. ثم زوز اسباب كانوا وراء تعادل الترجي الرياضي، وممكن كانوا وراء هزيمة الترجي لو فريق بيترو أتليتيكو استغل الفرص اللي جاته صراحة، فرص واضحة، فرص سانحة للتسجيل. مهاجمي تاع السلفادور، المهاجم تاع السلفادور ما عرفش كيفاش يتعامل مع زوز فرص اللي جاوه في الشوط الأول. لكن ثم كما قلنا زوز أسباب وراء تعادل الترجي الرياضي التونسي. السبب الأول والرئيسي أنا باش نحكيو عليه، السبب الثاني أنه الترجي الرياضي اليوم واجه فريق في قيمة بيترو أتليتيكو، فريق ممتاز نحبوا ولا نكره. نشوفوا تمركز الملعبيه، نشوفوا الملعبيه كيفاش يخرجوا الكره نظيفه، نشوفوا الملعبيه كيفاش متجانسين ومتاقلمين مع بعضهم، نشوفوا ملعبيه يطبقوا في تعليمات المدرب بحذافيرها. لذا نحبوا ولا نكره اليوم ملعبيه بيترو أتليتيكو. خلينا نحكيو على الفتره الحاليه، لانه ممكن في فتره اخرى يرجع رودريغيز الاوج العطاء نتاعو، ويرجع كيف بوغرة العايدين من الإصابة. لكن نحكيو على الفترة الحالية، نحكيو على مقابلة اليوم. نحب ولا نكره القيمة الفنية لملاعبية بيترو أفضل من القيمة الفنية لملاعبية الترجي الرياضي. نحب ولا نكره اليوم فريق بيترو أو فريق الترجي الرياضي واجه راهو فريق قادر انه يفوز برابطه الابطال الافريقيه، باش ما نقلوش من قيمته، على خاطر كي تقلل من قيمته برشا تولي ترجع على روحك بالسلب وتلوم في الملاعبيه، والملاعبيه ما همش في قيمه الترجي الرياضي، والملاعبيه ما همش في قيمه الحدث، وكلها تدخل بعضها حمص وزبيب. صحيح ثم بعض من الملاعبيه ما يستحقوش باش يلبسوا مريول الترجي الرياضي، اما مش كلهم. على خاطر اليوم الوجه اللي ظهر به الترجي الرياضي السبب نتاعو انه واجه فريق كيف ما قلنا يعرف كيفاش يقف، فريق يعرف كيفاش يجري المقابله، واجه فريق افضل من الترجي الرياضي. خليني نقولوها اليوم بدليل انه متواجد في المرتبه الاولى ب7 نقاط وما لعبش اليوم من اجل الانتصار، بدليل انه كي تشوف ابرز مهاجم عنده البرتغالي كان على دكه الاحتياط. يعني تصور انت اليوم بيترو يلعب من اجل الانتصار، والانتصار فقط يأهله للدور الثاني، شي خليك المهاجم هذاك اللي سجل زوز اهداف للنجم الرياضي الساحلي شخليه على دكه الاحتياط؟ لا، هذا السبب الثاني. لكن السبب الابرز اللي اليوم ما خلاش الترجي الرياضي ينتصر ويظهر بالوجه اللي يلزم يظهر به، انه فريق بيترو داخل وعنده هدف واضح، نلعب من اجل التعادل. بدليل انه كي تشوف الفرصه الاولى اللي ضيعها عادي على الاخ، الفرصه الثانيه اللي ضيعها كيف عادي على الاخ، ما ثماش يعني تشنج بين الملاعبيه كيفاش تضيع فرصه بالطريقه هذيك، عادي جدا. على خاطر الهدف الاول بالنسبه لي اني نتعادل، كان جاء الانتصار مرحبا، ما جاش تعادل، ونقطه التعادل ضد الترجي الرياضي قيمة برشا. نقطة التعادل تخليني بعيد على صاحب المرتبة الثانية ب3 نقاط، تسهل عليه المأمورية برشا باش نتأهل للدور الثاني، وهذا اللي صار. بينما الترجي الرياضي داخل مش فاهم روحه، يلعب من أجل الانتصار، خايف نلعب ضد فريق كبير، نقدم القدام نخلي الاسباس يستغلوه، عنده ملاعبيه رابيد يستغلوا الاسباس اللي باش نخليه. بدليل مره اخرى ديما نحكي بالادله، بدليل انه ما شفناش بن علي قدم، ما شفناش بن حميده قدم برشا القدام. الترجي الرياضي ما عندوش هدف، يلعب اليوم ومش فاهم روحه. راولتك يبدا فريق يلعب فقط من اجل الانتصار. اليوم كان الترجي الرياضي تخلوا في مخه حاجه بركه، اني راني باش نربح، ما يلعبش بالطريقه هذيك، لكن يلعب يلزمني نربح
وفي نفس الوقت نخاف لا نقبل هدف والتعادل ما يساعدنيش، يعني مشربكه وداخله بعضها. وهذاك علاش الترجي الرياضي اليوم ما فهمش روحه بدايه المقابله يهاجم، بدايه المقابله يدافع ويجس النبض باش يفهم الادفرسير. هذا الكل رجع بالسلب على مردود الترجي الرياضي. به مدرب بيترو اتليتيكو نحبه ولا نكره، سنقول على طارق ثابت، خلينا نكونوا واقعيين، مش معناها طارق ثابت خايب، لكن سبحان الله مدرب خير منه، مدرب يعرف يقرأ اللعب أكثر من مدرب آخر عادي يسير في الكورة. ترجي رياضي عادي يمشي يضخ أموال ويجيب مدرب أفضل من طارق ثابت عادي على الآخر، لكن هذا مش معناها طارق ثابت دون المستوى، مش مشكل. لو نعاود نقولها، لو فرضنا انه طارق ثابت مش في قيمه ترجي رياضي وفي قيمه رابطه الابطال، لو نعاود نقولها فرضنا، شنو هو اللي يتلام عليه طارق ثابت؟ الجو كولكتيف، اللعب الجماعي. على خاطر اليوم كي نشوفوا الترجي الرياضي كل ملاعب يشد بلاصته واقف، ما ثماش تغيير في الاماكن، هذاك راهو اللي يدخل الادفرسير بعضه. انت اليوم كي تجي كره مثلا المرياح لارياد دروا وقف له يستنى في الكوره، بن عليه ياخوها، يجيه غشه يمشي يعدي الغشه، لا باش لعب تقام مثلا في الوسط. يعني اللعبه نتاع الترجي الرياضي سهله على الادفرسير، هكا واضحين باينين فاهمين مش شنو باش يعملوا. الملاعبي قبل ما توصل له كوره عارفينه باش توصل له ولا، هذا راهو يسهل اللعبه. لذا الترجي الرياضي المطلوب منه انه يغير الملاعبيه، يغيروا الاماكن نتاعهم، التغيير في الريتم. يعني من الدفاع الكوره تنجم تلعب لاتاك بلاسي، لكن في بعض ردات المقابله تلعب لاتاك رابيد. هذا ما شفناش الترجي الرياضي، هذا يا خويا نقولوا يرجع لطارق ثابت يا خويا ويتلام فيه طارق ثابت. هي وفي الجو انديفيديال، في اللعب الفردي خويا، مو ساعه لساعه كي تتسكر عليك يلزمك ملاعبيه في قيمه الوضعيه. مثلا اليوم يا خويا انا ما نلومش على بوقرة راجع من الاصابه، اما نلوم على غشنا اليوم، اللوم على يانساس، اللوم على ملاعبيه وسط الميدان، اللوم عليهم اليوم، اللوم على بن حميده وبن علي. يا معلم انت اليوم تلعب على ارضك ومطالب بالانتصار وخايف باش تقدم القدام. ديك شوفت اول سنتراج كان بن حميده عملته الكوره ينساس، يمكن كان جاي في بلاصه ينساس رودريغيز يحط الكوره في الشبك. هاك شوفت اول تي صحيحه عملت بها الاخطر خويا. لذا نعاود نقولها مره اخرى، صحيح ثم بعض من الملاعبيه من الترجي الرياضي يستحقوا انهم يتقمصوا الوان الفريق، لكن ثم ملاعبيه اخرين خويا ايش يعملوا في الترجي الرياضي؟ حتى لو كان المشكل في المدرب، ثم بعض من الملاعبيه يبانوا خويا ما همش في قيمه رابطه الابطال. يلزمنا نسميه الاسماء بمسمياتها. اليوم امان الله ما ميش خويا الغلطه هذيك. تعرف انت سلكتها اليوم، مش معناها سلكتها انها الكره جات على جنب، باش نقولوا فكها لك يا خويا ما فكهاش. تصور انت جيت باش تكسر بيه، باش تعمل له كروشيه خويا ومسها وانت وراك الكاج شنو تنجم تعمل؟ كرة باش تتحط هدف ل0. الفريق بيترو اتليتيكو برا عاد عاني. لذا مرة أخرى نعاود نقولها، الترجي الرياضي التونسي السبب الرئيسي إنه ما ظهرش بالوجه اللي يلزم يظهر به، إنه الأفكار متاعهم شت، نربح نعدل نخسر، مش فاهم روحه، عكس بيترو اتليتيكو اللي واضح الهدف متاعه نلعب من اجل نقطة التعادل. كان جاء الانتصار مرحبا به، كما جاش نقطة في ملعب رادس ضد فريق في قمة الترجي الرياضي تعتبر نقطة ايجابية، وهذا اللي صار. الترجي الرياضي المقابلة القادمة مطالب، مانيش عارف نظل يلعب ضد بيترو في انغولا، مطالب اقل قليل بالتعادل، اقل القليل، والتعادل يعتبر عادي، النتيجة إيجابية ولا هم يحزنون. الإيجابي ما تنجم كان تكون 3 نقاط اللي باش تخليك تتصدر المجموعة مع فريق بيترو ب7 نقاط. التعادل النجم الرياضي الساحلي قادر ينتصر على فريق الهلال السوداني، ولا العكس الهلال السوداني ينتصر، الترجي الرياضي يتعادل يلقى روحه ب5 نقاط، يلقى فريق آخر ب6 نقاط، الترجي الرياضي يلقى روحه في المرتبة الثالثة. لذا النتيجة الوحيدة اللي ترضي الترجي الرياضي وتعتبر نتيجة إيجابية في الجولة القادمة إنه ينتصر على فريق بيترو أتليتيكو. يعني بنتيجة اليوم الترجي الرياضي صعب على روحه مقابلة العودة. حلقتنا اليوم مفات في ختام الحلقة كالعادة البياري متبقى باش يقول لكم تحية تونس، عيش تونس، كنا تونس وسلام.